يا نهار ابيض دول جايين جايين. بس بيبك يلا اجر يلا اجري. لا يا احمد يلا بس يا احمد. يا عم ما تهزرش يا احمد. تخاف من ايه يا عم؟ امسك. ماشي يا عم ماشي، ما انا ما اعرفش بقى سلوكه عامل ازاي. طيب يلا روح يا اجر. بس انا صاحبك وحبيبك. امسك ده كده يقوم طالع لك على طول. تعال بس طب ما انت حلو اهو. طب ما انت حلو بس خلاص تعال يا خلاص بقى بدأ اخوك بقى في داهيه بقى. هل بس ده من اخطر العنابر اللي موجوده هنا في المزرعه دي. مساء الخير عليكم. حلقه النهارده يا جماعه حلقه مميزه جدا. مميزه ليه؟ هي كلها توترات على فكره، بس عايز اقول لكم ان الحلقه دي فيها اقوى واشرس 4 كلاب موجودين في العالم. مش ده طبعا، ده اليف بس انت هياكلوك. الكلب ده على فكره بياكل الفئران. في الحلقه دي هتشوفوا فيها العجب، عجب العجاب. ليه عجب العجاب؟ لان الكلاب دي كلاب قاتله، كلاب شرسه جدا. هعرفكم مميزاتها وكل حاجه فيها مع اشهر حد موجود في مصر بيربي العمالقه دول. تعالوا بينا نشوف ايه اللي هيحصل في الحلقه دي. انت هتتاكل باين عليك. تعالى. انا مش عارف انا مين اللي جابك في وسط الوحوش. انت جاي غلط هنا. تعالى بس الكلب ده ايه نظامه؟ ده ابو التاكل. ده ابو التاكل؟ والله الكلب اللي هناك كله. الكلب هناك ده اول واحد بجد. تعالى ما بيحبش الكلاب الصغيره. بص يعني الكلب ده، هو في كلاب ممكن تاكل كلاب؟ حقيقي كلاب بتاكل كلاب والله. بس قرب بيه كده. بص اوعى تقربه بجد، هياكلوا بجد مش يا نهار ابيض هياكلوا بجد؟ والله. طب ده عندوش اي لا خالص رد فعل؟ طيب انا عايز اعرف يا جود بوي نوع ايه الكلب ده الاول؟ ده كلب اسمه شيبيركي او الماني بلجيوم شيبرد او ال بلاك ديفلز. هاتوا كده يا اشرف. دول كلاب كانت في بلجيكا من 1800 حاجه و30. شيبيركي ده اللي هو رجل المراكب او ولد المراكب، كان بيحمل بضايع من الفئران، ان الفئران تاكل البضايع وكده. والله. يعني ده بياكل فئران حقيقي؟ بيموت فئران ما بياكلهاش. بس هو شقي قوي بقى، بيمشي على الحيطان يعني كلب والله. كلب مجنون يعني. خد يا جاي. ده من اخطر العنابر اللي موجوده هنا في المزرعه دي. العنابر دي بيتحط فيها الكلاب الماستيف. الكلاب الماستيف دي كلاب ضخمه جدا. هعرفكم على خصائصها النهارده في الحلقه دي. اعتقد ان الصف ده 1 2 3 4 5 6 في 6 صفوف، 6 كيجات هنا و6 كيجات هنا. الكيج الواحد بيتحط فيه كلب او كلبين. الكيجات معموله بمواصفات خاصه جدا علشان خاطر يا نهار ابيض دول جايين بس يا جماعه الكلاب الماستيف اقوى 4 اصناف موجودين في مصر، صح؟ او في العالم. اكبر واقوى 4 كلاب مصنفين. بس خلاص مصنفين اللي هو الاكس لارج بريد، او اللي هو الكلاب اللي هي في جروب 2 في الميلوسويدز، او اللي هي الكلاب الكبيره. بس نبتدي من الماستيف، وهو يعني بيطلق عليه ابو الكلاب يعني، او من البريدز القديمه جدا في انجلترا. طبعا شكله متغير عن اصوله، يعني اصوله ده كان كلاب حرب في انجلترا، وراحت رومانيا كانوا بيستعملوها في عارف اللي هي البتاع اللي هي مصارعه، الحلقات المصارعه المسارح الرومانيه بتاعت زمان. المسارح الرومانيه كان ده بيصارع. بعد كده بيصارع كلاب زيه ولا بيصارع بقى، بيصطاد خنازير وبيصطاد بني ادمين. العبيد ينزلوهم هم دول يهجموا عليهم، كلاب حرب يعني.
لحد ما رجع انجلترا تاني وحصل تطورات لحد ما وصل للشكل ده. هو بيميز ان هو كلب هادي مش كلب شرس. الا ان هو طبعا بس جسمه عملاق. قولا واحدا هو اقوى كلب موجود يعني ده العالم. اقوى من الثلاثه اللي احنا رايحين لهم دول؟ طبعا اقوى في العضه واقوى جسمانيا واقوى كل حاجه. العضه بتاعته بتعمل ايه؟ لا يعني الكلب لو ده عض حد بإيده. الكلب ده لو متعلم حراسه هو هيعض عضه واحده بيخلص الموضوع يعني. بص الفك عامل ازاي. على اشرف تعال. برغم حجمه الكبير الا ان هو طبعا كلب بتاع اطفال وبيحب الاطفال. بس ده محتاج مساحه كبيره، محتاج ما ينفعش ان هو. ولو انه مشاكله ايه؟ مشاكله في مشاكل العظم طبعا. كالكلاب الكبيره بصفه عامه لما في صغرها بيبقى فيها مشاكل في العظم من قدام ومن الحوض. ده في في انتخاب الاهالي اللي بتتجوز بنقلل المشاكل دي لو كانت وراثيه، ومع طرق معينه في التربيه من سبلمنتس معينه بنديها وكميات اكل معينه بنحافظ على الجزء الثاني اللي هو مش وراثي ان هو يحصل حوادث يعني. تكلفته في الاكل مش قليله يعني. ده طبعا تكلفته مش قليله. يعني ده مثلا اراوند بياكل حوالي 6 كيلو هياكل في اليوم، اضرب في 30 بقى. بياكل هياكل بعضمها طبعا صح؟ طبعا. طيب بياكلها فريش كمان يعني. عايزك تقول لي اغرب موقف حصل معاك مع اغرب موقف كان في مذيع نزل خدني مزرعه اسوده وكان معايا الكلب ده وجاله ازمه نفسيه، ازمه قلبيه وكان هيموت. الكلب هو ده اللي كان معانا. الكلب ده يعني كنا جايبينه بحيث ان هو يقف قدام اسد عند مزرعه اشرف الحلو، لكن الكلب اول ما شاف الاسد حصل له ايه؟ والله اوسه قعدت تتريق علينا بهدلتنا. لا الكلب والله جاله انهيار عصبي ساعتها لحد دلوقتي عنده صدمه، عنده شوك. لكن ده جاله انهيار عصبي طبعا. بس الكلب الثاني وقف. شلناه وطلع. الكلب الثاني وقف واوسه الحلوه وانا بعلم من هنا ان اوسه الحلو ما رضتش تعرض اللقطه لما الكلب علم على القفص بتاع الاسد. طب بقول لك صورت لنا بس لما الكلب كان هيموت بس. بصوا يا جماعه قبضه رجله يعني مش عارف اشيلها. بصوا صوابعه. حط ايدك تحتها بقى عشان تبان حجمها. بصوا اوعى تعمل حاجه. ها الكلب ده مش حراسه قوي. ده امال ده ايه؟ ده جليس بيت. كلب اسره يعني. امتى بيهجم؟ لما بيحس بخطر على الاسره، بيحس بخطر على البيت هو بيهجم بس باقل مجهود يعني مش هيجري ورا الحرامي، هيسيبه لحد ما يقرب بحيث ان هو يطلع يخلص الموضوع في باقل مجهود ممكن يعني. الكلب ده لو حبيت تنزل تتمشى بيه هترجع شايله طبعا. هيتعب منك في السكه والله. يعني كلب عايز تكييف بلاط يعني. وينام وياكل ويلعب مع العيال دقيقتين كده يعني بس اخره يعني. بس يا جماعه هم يعني تقريبا انا ضايقتهم في حاجه بس هي ايه مش عارف. بس بقى طول ما هو قاعد ما بيعملش اي حاجه، لكن لما بيغضب يبقى غضبه وحش. ده ايه نظامه خلي وشه ناحيتك انت. لا شرس. ده القلباي. القلباي ده كلب راعي، والكلب الراعي طبعا من الكلاب اللي بتحرس مكانها كويس قوي. بيتميز عن الكنجال التركي ان هو بيعمل بروتكشن ضد الحيوانات وضد البني ادمين. يعني الكنجال برضو ستيل لسه بيحب اكتر بيبقى بس بيكره الحيوانات اكتر يعني بيحمي بيحمي من الديابه من ده، لكن ده بيحمي مكانه من كل حاجه. الكلاب اللي بتقع في عيله المولوسس بتتميز بالعضه القويه طبعا. ده بيزوم ليه؟ من الكلاب اللي هي بنقول عليها اوريجينال بريد، مش ميكس ما بين حاجتين طلعوا كلاب. طبعا من الكلاب القويه جدا، الكلاب الجدعه قوي، الكلاب اللي بتحب اصحابها قوي قوي. طبعا كلب قوي البنيان. الكلب لما بيتشرس قوي يوصل لحد فين؟ والله بص في كلاب انكنترولبل يعني نتيجه برضو ان بيبقى فيه حاجه جينيه فيهم. ما بيفضلش في كلاب الاكس لارج بريد دي ان انت تشرسه، لان طبعا السيطره عليه ما بتبقاش سهله يعني. احنا عندنا خداش غير مسيطر عليه تماما يعني، لو حتى حاولت تسيطر عليه جسمانيا ما بتقدرش. ما بيفضلش طبعا ان الكلاب دي توصل للشراسه المطلقه علشان ما تضطرش في الاخر ان انت تتخلص من الكلب يعني. الكلب اللي انت زعلت عليه
كان عندي كلب اسمه الباتشينو، ده كان من مجر. كلب ماستيف من الكلاب الحلوه جدا، والكلاب اللي اهاليها كسبانه بطولات كتير. الكلب ده للاسف يعني انا يعني طبعا احنا بنآمن بالحسد، لكن مش الدرجه دي، يعني ان كلب يطلع شو يكسب يرجع يموت. ياه. ورجع نام صحينا لقيناه ميت في البوكس. قبل كده كان في حد بياخد من عندنا جراوي وقال لنا عايز اشوف الام، طلعت الام شافوها، دخلت البوكس، الناس مشيت، دخلنا نسيب الكلاب لقيناها ميته. يا نهار ابيض. طبعا العيل حق طبعا، الموضوع الحب ده عدوى يعني. كان زمان اهالينا يقولوا لك ما تربيش كلب عشان لما يموت ما تزعلش. لو انا عايز اخد منك كلب مثلا فابدا اكسب منه بدل ما يخسرني، تمام. ازاي؟ الكلاب دي على المستوى الرياضه وعلى مستوى تمثيل البلد، لما تبدا تحقق مراكز بالتبعيه بتلاقي ناس كتير عندهم نتي عايزين يجوزوا الذكر بتاعك. وطبعا الجواز ده بيبقى جاينس فلوس طبعا. الجواز بفلوس. طبعا بفلوس، او ان انت بتاخد نصيب. الطلاق بفلوس. او الطلاق بفلوس. او ان انت بتاخد جراوي مقابل الجوازه دي. لكن المفروض بقى لكن عشان توصل لدي القانون بقى بتاخد جراوي قد ايه، او هو بيديك جراوي قد ايه؟ بحكم العرف الذكر بيبقى ليه، ابعد الكلبين دول على بعض عشان هيحصل مشكله. عرف الكلاب ان الكلب بيبقى ليه تلت الخلفه، لكن طبعا كل حاجه بالاتفاق يعني. لكن الكلب اللي هو الذكر بيبقى ليه التلت. والنتايه ليها تلتين. تمام. ولو ما تقبلش الاسم على الثلاثه، النتايه بتاخد الاكتر. مثلا التسعه الذكر بياخد 3 والنتايه 6. لكن لو 8 الذكر بياخد 2 والنتايه 6. يعني كل ما هو لا يقبل قسم على 3 بياخدوا النتايه. في ناس من بلاد كتير بتيجي تتجوز كلاب عندي. يعني انت ممكن يجي لك حد من بره مصر عشان يجي معاك، جاي معاك الكلب بتاعه عشان يجوزه وياخدها ويمشي. كتير كمان مش قليل يعني. بس ايه يا عم في ايه؟ طبطب عليه. معلش الكلب ده بيموت في محمد فتحي. خلاص يا عم. بس تعالى بقى. خلاص ايوه هو نفس الراجل ده الكوكيجن. ده الكوكيجن اسد الكلاب. بس اسد الكلاب الكوكيجن من اقوى واعنف الكلاب. والكلاب دي اللي فعلا اللي بيقول كلب بيحمي من اسود جبليه، بيحمي قطيعان من اسود جبليه، وكان مسؤول ان هو بياخد القطيع بيرعى بيه بالشهرين 3 ويرجع بالقطيع كامل. عضته ايه؟ عضته عامله ازاي؟ عضه قويه جدا، مش عارف كام، 6.5 بار تقريبا. انا مش متاكد من الارقام قوي، لكن الكلاب دي بتشتغل في مجموعات. الكلاب دي لا كلاب عنيفه قوي، واي حد مبتدئ ما بنصحوش يربي الكلاب دي. وبعدين هي احنا ما بنحبهاش ليه في مصر؟ علشان شعرها، عشان شعرها، وعلشان بتحتاج اهتمام ومصاريف. يعني كلب له مصروف شامبوهات شعره كثيف فعلا. ده في الصيف ده محتاج تكييف. لا خد بالك، شعره كثيف ده كده طالع من الصيف، ده نص شعره. ده نص شعره. شعره بيبقى كده. بس هو لسه طالع من الصيف كان قالش. بس بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كده عظيمه قويه جدا. لا بس هات كف ايدك، حط ايدك تحت كف ايده عشان بس المشاهد يشوف كده يعني. كده بس كده. يبقى متخيل حجم كف الايد اكبر من كفك. فاهم؟ ما شاء الله. بحب خد بالك من هو صغير، كل ما يشوف محمد فتحي بس خلاص الحته دي ما تتقطعش. احنا المزرعه الوحيده اللي في مصر اللي صدرنا كوكيجن لروسيا. البلد بتاعتها، البلد منشأ الكلب. طبعا كلب زي ما انت ما شفت كده، هو تقيل جسمانيا. يعني ياخدك وينزل. وعلى فكره محمد فتحي ما كانش بيهزر، يعني هو ده حقيقي يعني. بس بعدين بصوا الشعر بتاعه قد ايه. هو فعلا بصوا يا جماعه الشعر، بصوا. ده طبعا ده عذاب بقى لو في بيت. لو في بيت الشعر ده بيبقى مؤذي جدا. فالكلاب دي كلاب مزارع، اللي عندهم اغنام، اللي عندهم مواشي. بياكل قد ايه؟ برضو في حدود 4.5-5 كيلو هياكل في اليوم. او 1.5 كيلو دراي في اليوم. انا الكلب ده برضو يا ابني يا حبيبي، برضو يا عم انت تعال.
يا جدع تعالى تعالى انا هضربك. يلا تعالى بس اجري 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 بس يلا. انجر من الكلاب المشهوره جدا في مصر. هو اصوله بصوا بقى يا جماعه، اصوله من تركيا. بصوا بقى، بصوا. اصوله اسف من اوكرانيا. كلبه من المشاهير في مصر. ومعظم مربيين اللي عندهم البريد ده عارفين طبعا الكلب ده، وعارفين ولاده موجودين في السوق، وموجودين في روسيا وفي بيلاروسيا كتير. الكلب ده انت جوزته لكلاب بره مصر؟ انا جوزته لكلاب جايه من اوكرانيا، وكلاب جايه من روسيا، وكلاب جايه من تركيا. ولاده في بلاد كتير. الكلب ده عنده 5 سنين ونص، من هو عنده 1 ونص سنة واحنا متجوزين. حلو قوي. ده الكوكيجن يا جماعه، اسد الكلاب. بس هو يا ابني يا حبيبي، يا ما اعرفش هو بيحبك ليه يا محمد الفتح؟ خد بالك انت ده اخر تعليقات فضحوك في خد هات الكنجال. ايه الكلب ده بقى؟ كلب الكنجال ده مش موجود اصلا في مصر كتير. ما بشوفوش، مش موجود كتير، وكانوا مربيينه او منتجينه قليلين. ده كلب البلدي بتاع تركيا، كلب راعي، بيحرس قطيع، بيحرس ماشيه. بيستخدموه في تركيا وفي أربيجان في صراعات الكلاب، في خناق الكلاب، النزالات بتاعت الكلاب والمسموح عندهم. طبعا نزاعات الكلاب دي ممنوعه عندنا، اللي هم يدخلوا كلاب وتتخانق وبتاع فايتات. فايتات كلاب. كلاب عنيفه جدا، كلاب كلاب شرسه جدا تجاه الحيوانات. الا ان عيبها من العيوب اللي انا بسجل ان هو عيب، ان هو مش كلب شرس للغرباء يعني. يعني هو يحرس قطيع ما يحرسش مكان. ده برضه وجهه نظري. ممكن حد يقول لك لا كلام مش مظبوط، طبعا لكل قاعده شواذ، وهتلاقي كلاب شرسه لكن في الاغلبيه العامه الكنجال كلب بيحمي قطعان، ما بيحميش تريتوري يعني. ده الكلب البلدي التركي بتاع تركيا يعني. بصوا يا جماعه الكلب البلدي بتاع تركيا عامل ازاي. ده بتنصح بتربيته ولا؟ هو كلب سيف جدا، امين على الاطفال جدا. بنصح بتربيته للناس اللي عندها مزارع، ان هو يتربى في مزرعه طبعا، من الكلاب الحلوه جدا في المزارع وحراسه المزارع. بصوا يا جماعه، لا ما شاء الله. يبقى كده في الاكس لارج بريد دي تقريبا هي 4 كلاب، اكبر 4 كلاب موجودين في مملكه الكلاب يعني. من حيث الحجم. ودنه بتبقى مقطوعه كده ولا بتولد كده ولا؟ لا بص، هو يعني كان في تقليعه روسيا في الالباينو بيقصوا ودان وتلتين الديل. تركيا بيقصوا الودان بس وبيسيبوا الديل، لان طبعا في البايات بيبقى نفس اللون ده، فهم بيميزوا بعض بكده يعني. ده يبقى مقصوص ودان وديل، وده مقصوص ودان بس من غير ديل. فطبعا ده بيتقص في عمر 4 ايام 5 ايام. بيتقص ازاي؟ بيتقص بوصافه مقص، بيتقص وبيتكوي بمكنه لحام. طبعا الكلاب ساعتها ما بيبقاش فيه الاعصاب، ما بتبقاش موجوده في الودان، فالجرام ما بتحسش. يعني لو كبر بقى 4 شهور هتحتاج تدي بنج بقى عشان توص. في الحاله دي هتلاقي بقى صديد والتهابات ومضادات حيوي وكده، لكن هو صغير بتلتئم في يوم يعني. وحوش وعمالقه الكلاب، كل سنه وانتم طيبين. اشوفكم ان شاء الله رب العالمين في حلقه فتح شوق.